تغيير وجه الحياة في الريف المصري بعد أن ظل مهمشا لسنوات طويلة، ومن أجل رسم مستقبل أفضل من خلال توفير جميع الخدمات المفقودة لديه، نظمت أمس محافظة الفيوم أكبر مؤتمر شعبي حاشد للبدء في انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل مركزي الفيوم وطامية، وتنطلق في يناير المقبل بحضور ممثلين عن أكثر من 45 قرية من قرى مركز الفيوم، وبحضور جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بمجلس مدينة الفيوم. على استعداد في إطلاق أو بداية المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. النهاردة التقينا بأهالينا، يعني عرضنا مبادرة حياة كريمة ودور مؤسسة حياة كريمة في المجتمع الفيومي وأهم المبادرات والتدخلات الاجتماعية اللي احنا بنعملها. اتكلمنا وشرحنا لهم قد ايه كانت مبادره حياه كريمه مجرد حلم من 3 سنين اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحلم ده اصبح واقع، واهالينا شافوا مركزين يوسف الصديق وإدصا اللي دخلوا المرحله الاولى. حجم الانجازات وحجم او تكلفه المشاريع الكبيره اللي تعدت مئات الملايين من الجنيهات، ودي كانت لخدمه اهالينا. تم استهداف مركزين يوسف الصديق وإدصا، وحاليا دلوقتي من ضمن المرحله الثانيه مركز الفيوم. الإجراءات بقى اللي بتتم حاليا بقى ان شاء الله دلوقتي احنا في صدد ان احنا بنعمل جلسات تشاوريه ومجتمعيه مع المواطن لحث المواطن ان هو يكون شريك لينا في الموضوع نفسه، في هذه المبادره القيمه الكبيره التي تهدف الى رفع مستوى المعيشي للمواطن. وقدمنا كامل المقترحات اللي كانت ناقصه في قريتنا واللي بتكتمل من خلال مؤسسه حياه كريمه. هو حوار مثمر، واحنا بنشكر القائمين على مشروع حياه كريمه وخاصه الدكتور عماد عادل. واحنا من خلال الحوار ابدينا مقترحاتنا مكتوبه وشفويه، وقلنا على حاجات الوحده المحليه، وان شاء الله باذن الله هتكون محل استجابه. واتكلمنا فيها عن المستشفى، واتكلمنا فيها عن رصف الطرق، واتكلمنا فيها عن الصرف الصحي، واتكلمنا فيها عن كل شيء في القريه وكل صغيره وكبيره. احنا قدمنا مقترحات تعليميه، وقدمنا مقترحات بيئيه، وقدمنا مقترحات في الكهرباء، بنيه تحتيه وبنيه اساسيه، واتكلمنا في كل المقترحات. واحنا شايفين ان المراكز اللي جنبنا حياه كريمه بتعمل كل مقترحات الاهالي. وحوار تمام، وحوار بدايه نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته لحياه كريمه، لان حياه كريمه هتحيي مناطق معدومه في مركز الفيوم خاصه. تم استعراض أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها في يناير المقبل، حيث سيتم